ببص على رجليها، شكلها عامل زي الرجلين الحيوان، شبه بقرة أو جمل. في اللحظة دي اتخضيت وقمت من مكاني ورجعت لورا، وبدأت أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ قرآن. نورت بالكشاف المكان اللي ببص فيه، لقيت مرسوم نجمة ومدور عليها بدايرة كبيرة، وفوق الدايرة دي في كلام مكتوب بحروف وكلمات بخط معرفتش أقراه. بدأت أشوف مخلوقات بتشدني بسلاسل وتفضل تعذب فيا وتضربني، وبشوف حيوانات وحشرات عمر ما شفتها قبل كده. القصة دي اللي هتسمعوها النهاردة مستحيل تدخل دماغكم دلوقتي. فات عليها 20 سنة وأنا كنت مخبيها وما حكيتهاش لأي حد، لا لأمي ولا لمراتي ولا حتى لصحابي، عشان كنت عارف إن اللي هيسمعها هيضحك عليا وهيقول إني مجنون. لكن جه الوقت إني أشاركها معاكم وتعرفوا القصة اللي بسببها كانت حياتي هتخلص من زمان، وبسبب جنية مسلمة أنقذتها من سجن بتاع الجن السفلي. تابعوا معايا للآخر. القصة دي هتسافر بعقولكم لعالم قليل قوي قوي اللي شافه وعاش وخرج منه سليم. وقبل ما نبدأ زي العادة ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو، وكمان لو بتشوفوني لأول مرة ياريت تنضموا للعيلة وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ قصتنا. كنت من النوع اللي بحب السفر والتخييم. كان بيعجبني قوي إني أقعد وأسترخي في الطبيعة لمدة 3 أيام، وبعدها كنت أرجع تاني لشغلي وحياتي وضغط الشغل. كنت تقريبا كل شهرين وكنت بخرج أنا والكلب بتاعي اللي أنا بحبه جدا جدا. أمي ما كانتش بتقولي حاجة، لأنها بقت عارفة إن لما الدنيا بتضيق بيا أو بتخنق بلم شنطتي والخيمة وبخرج. وطبعا كنت بحكي لها كل حاجة وما بخبيش عليها أي حاجة، وعشان كده كانت بتثق فيا وعارفة إني مش هروح أي مكان خطير. في مرة جات لي الحالة بتاعتي، رحت لميت شنطتي والخيمة وأي حاجة احتاجها ورحت عند أمي سلمت عليها. بس المرة دي بالذات وأنا خارج كانت بتدعيلي وبتقولي خد بالك من نفسك. خدت معايا الكلب بتاعي زي العادة ومشيت في الطريق. المهم في الوقت ده كان شهر 3، يعني الجو كان لسه فيه ساقعة شوية. كان في وادي فيه شوية مية، والناحية التانية منه كان فيه شوية شجر، وقدام الغابة كان فيه جبل. الجبل ده ما كانش عالي قوي. المهم المكان كان حلو قوي وهادي، الطبيعة جميلة، وما كانش باين عليه ان ده ممكن يكون مكان خطير. نصبت الخيمة وكان لازم اروح ادور على خشب علشان اولع نار بالليل. في الوقت ده كان ميعاد المغرب قرب. كنت بتمشى وانا بلعب مع الكلب بتاعي، كنت برميله عصاية وهو كان بيروح يجري ويجيبها، لحد ما في وقت الجو اتغير وبدأت نقطة المطر تنزل، وشوية شوية بدأت الريح تيجي والرعد ومطر بقى شديد قوي قوي. كنت بدور على مكان علشان استخبى فيه. أقرب مكان كنت شايفه استخبى فيه من المطر ده كان في الجبل كهف. رحت أجري وقفت عند مدخله وقلت استنى هنا شوية لحد ما المطر يبطل. وقفت هناك وانا بتفرج على المنظر ده، الطبيعة والمطر والريحة الحلوة قوي بتاعة التراب لما بيتخلط بالمطر. المهم سرحت، وفي الوقت ده سمعت صوت بنت بتعيط بتقول هو في حد هنا؟ تعالى والنبي انقذني وخرجني من هنا. أول ما سمعتها اتخضيت بصراحة وقمت من مكاني وما فهمتش أي حاجة، وكنت بقول لنفسي الصوت ده جاي منين. فضلت مركز شوية معاها ولقيت الصوت ده جاي من جوه الكهف اللي كان ضلمة جدا. لحسن الحظ كنت جايب معايا شنطة بحط فيها حاجات كده صغيرة ومنهم كشاف. فتحته وفضلت أدخل بالراحة ناحية الصوت وأنا بقول لها أنت فين؟ سمعتها بتقول أنا هنا، تعالى بسرعة والنبي خرجني من هنا. من صوتها كان باين عليها إن هي خايفة جدا، خايفة من حاجة. ففضلت ماشي لحد ما لقيت صخرة كبيرة كانت سد الطريق. نورت بالكشاف المكان اللي ببص فيه، لقيت مرسوم نجمة ومدور عليها بدايرة كبيرة،
وفوق الدايرة دي كان مكتوب حروف وكلام بخط أنا معرفوش. الصخرة دي كانت من الجنب بتاعها أطلع عليها علشان أشوف البنت وأنا بنور بالكشاف، بس ما كانتش باينة خالص. سمعتها بتقولي خرجني بسرعة، خرجني والنبي، أحسن هيجولنا، الحق بسرعة ده ميعادهم. أنا ابتديت أخاف صراحة، خصوصا لما سمعتها بتقول هيجولنا. حتى الكلب بتاعي كمان وقف قدام الصخرة ومبطلش ينباح، كان قاعد ينبح قدامها كتير قوي. في الأول فضلت أحاول معاها، أحاول أحركها من مكانها، بس ما كانتش بتتحرك خالص. هنا البنت قالت لي اسمعني هقولك ايه، شوف حاجة من بره علشان تحركها من الجنب وتعالى اقولك هتعمل ايه. خرجت ودورت على حتة خشبة او اي حاجة تكون كبيرة وتكون كمان قوية علشان ما تتكسرش بسرعة. لقيت حتة خشبة كبيرة جدا وقع جنب شجرة، شلتها ورجعت اجري بسرعة. قالت لي اسمعني هقولك ايه، هتقولها قدام النجمة، وفي نفس الوقت دخل الخشبة ما بين الجوانب الصخرة وافضل زق فيها لحد ما تتحرك. بدأت فعلا أعمل اللي هي قالتهولي، والكلمات اللي قالتها لي فضلت أقولها مع إني ما كنتش فاهم منها أي حاجة. وفضلت أحاول أزق في الصخرة، أحاول أزق لحد ما الصخرة بدأت تتحرك بالراحة. الكلب بتاعي كان بينبح في الوقت ده، وكان باين عليه خايف ومجنون، ما كنتش عارف ليه هو بيعمل كده. وشوية قدرت أزق نص الصخرة. هنا الكلب بتاعي طلع يهرب، خرج من هنا بيجري بيجري. فضلت أنادي عليه وكنت عايز أتبعه علشان عايز أجيبه، بس البنت وقفتني وقالت لي تعالى بسرعة فكني من هنا، هيجوا دلوقتي ده وقتهم. أنا في الوقت ده كنت اتلخبطت وما بقيتش عارف أعمل إيه. دخلت عندها ونورت عليها بالكشاف، لقيتها وقع على الأرض وهي بتعيط وكلها مربوطة. في اللحظة دي كنت في صدمة وفضلت أبص، بس علشان خاطر المنظر ده عمري ما كنت أتخيله. قربت منها عشان أفكها، وهنا شفت بنت في العشرينات من عمرها، شعرها كان طويل وأحمر وكان شكلها حلو قوي. قلت لها مين اللي عمل فيكي كده؟ هي كانت بترد بسرعة بسرعة بسرعة، ما كانتش بتقول حاجة غير الحق الحق فكني بسرعة علشان هيجولنا. قربت منها علشان أفكها، وهنا شفت منظر خلينا اتجنن من الخوف. ببص على رجليها، شكلها عامل زي رجل حيوان شبه بقرة أو جمل. في اللحظة دي اتخضيت وقمت من مكاني ورجعت لورا، وبدأت أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ قرآن. قالت لي اسكت اسكت وتعالى فكني بسرعة، أنا جنية مسلمة زيك، خلينا نخرج من هنا، تعالى بسرعة علشان لو لقونا هنا هيقتلونا احنا الاتنين. رحت جنبها وأنا خايف ومش عارف ممكن ايه يخرج من الجنية دي. حتى لو قالت لي مسلمة، هل هي فعلا مسلمة ولا بتضحك عليا؟ بدأت أحاول أفكها من الحبل، بس كان في عقد كتيرة جدا ومشدودة وما بتفكش خالص. ومع الضغط والخوف وإني مستعجل ما بقتش قادر أركز ولا قادر أفكها. قالت لي خلاص خلاص وقف كده، شيلني شيلني وخرجني من هنا بسرعة، يلا علشان لازم نبعد عن المكان ده، وبعد ما نخرج ونبعد وقتها تفكني. وفعلا شلتها، وكانت المفاجأة كانت خفيفة قوي على عكس شكلها. خرجت من هناك بجري وانا بنادي على الكلب بتاعي علشان يسمعني ويجيلي، بس قالت لي اسكت اسكت ما تطلعش اي صوت تاني علشان هيسمعونا وهيجولنا هنا. الكلب بتاعك ما تخافش عليه، هيرجع لوحده ما تقلقش. خلاص ما بقيتش اقول ولا كلمة. فضلت اجري في المطر وانا بفكر في المشكلة اللي اتدخلت نفسي فيها لحد ما بعدنا كتير قوي عن المكان ده. قالت لي خلاص خلاص وقف هنا، احنا بعدنا كتير عن المنطقة دي. حطيتها على الارض وقعدت جنبها وانا ماسك في راسي وخايف. قلت لها قوليلي بقى مين انتي ومين دول اللي هيجولنا ومين اللي هيتبعونا ومين اللي هيأذونا؟ قالت لي زي ما قلت لك انا جنية مسلمة من عيلة حكيمة
وأهلي هم حكام القبيلة بتاعتنا. أما اللي كانوا ماسكين نفا دول الجن السفلي اللي عندهم عداوة مع القبيلة بتاعتنا، وخصوصا مع أبويا. بقالهم فترة طويلة جن السفلي ماسكيني ولو وبيعذبوا كانوا جم فيا. بالليل ولقوك هنا كانوا هيأذوك وكانوا هيلبسوك. أما المكان اللي لقيتني فيه فده السجن بتاعهم. فكني المهم. الأول من العقد دي وبعدها أكمل معاك. قالت لي كلمات المفروض أقولها وأنا بفك العقد، وده اللي عملته. فضلت أقول وأفك لحد ما بدأوا يتفكوا بالراحة، والحبل لما وقع على الأرض اتحول لأفاعي، وفضلوا ماشيين لحد ما اختفوا من المكان ده. وأول ما فكيت العقد اختفت من قدامي. أنا فضلت قاعد هناك لوحدي ببص على المنظر ده ومش فاهم أي حاجة. طب هي ليه اختفت من غير ما تكمل لي أي حاجة؟ وحاسس إني دخلت نفسي في مشكلة عمر ما هعرف أخرج منها تاني. بعد اللي حصل ده رجعت البيت وأنا في الطريق بفكر، هو أنا أحكي اللي حصل ده لأمي ولا لأ؟ خصوصا لو سألتني على الكلب مش عارف هقول لها إيه. إما إني أرجع أدور عليه هناك عند الوادي ده، فده مستحيل طبعا يحصل. رجعت البيت بالليل، رحت على أوضتي على طول. أمي كانت نايمة في الوقت ده، بس أول ما سمعت الباب اتفتح جت بتبصلي وهي مش فاهمة حاجة. سألت لي مالك؟ رجعت بسرعة ليه؟ ايه اللي حصل؟ وكمان فين الكلب؟ قلت لها الصبح يا ماما، الصبح هحكي لك على كل حاجة، بس الكلب أنا طلعته على السطوح في مكانه علشان يبات. كنت عايزها تروح تنام وترتاح، وعشان أنا كمان عايزة ارتاح ومش عايزة أخوفها كمان بصراحة. غيرت هدومي ونمت وما حسيتش بنفسي لحد ما بدأت أحلم بالجنية. جات لي وقالت لي شكرا، أنا بشكرك قوي علشان أنت أنقذتني النهاردة، وأنا هرد لك الجميل بتاعك ده، هرده لك وهرد لك كل اللي أنت عملته معايا. بعد الحلم ده قمت من النوم وحاولت أنام تاني، وفعلا رحت في نوم طويل. المهم تاني يوم الصبح صحيت على صوت صرخة قوية من أمي، وقمت مفزوع من مكاني وجريت على صوتها. هي كانت على السطوح، طلعت أجري عندها، وهنا وقفت وأنا مصدوم من المنظر اللي شفته. لقيت الكلب بتاعي واقع على الأرض، راسه كانت مقسومة نصين ومحطوطة جنبه وهو ميت. أمي كانت بتعيط وأنا الدنيا لفت بيا ورجليا ما بقتش قادرة تشيلني. وعارف إن اللي حصل ده بسبب الجن السفلي، هما اللي عملوا كده في الكلب بتاعي. خلاص في الوقت ده ما حسيتش بنفسي وقعدت مغمى عليا، ولما صحيت سمعت صوت أمي قاعدة بتتكلم مع خالتي اللي كانت جات لها علشان تشوف هي مالها، وبتقول لها يمكن حد نزل من على السطوح وكان عاوز يسرقكم والكلب اتصدله وقتله. طب يمكن كذا يمكن كذا، وعمالين يتناقشوا في موضوع الكلب. انا كنت عارف طبعا اللي بيحصل وايه السبب في كل اللي بيحصل ده، وبدأت احس بخطر كبير بيحوطني. انا وعيلتي عايزه احكي لهم على اي حاجه علشان ما حدش يخاف. في يوم حلمت حلم غريب قوي. ابتديت احلم بان انا بشوف مخلوقات غريبه جدا بتشدني بسلاسل، وكانت بتفضل تعذبني وتضربني. وكنت بشوف حيوانات وحشرات عمر ما شفتها قبل كده، لدرجة إني كنت عايز أصحى من الحلم بس ما بقدرش. وده خلاني أقرر إن أنا لازم أروح أحكي لأمي. فعلا تاني يوم الصبح أول ما صحيت من النوم حكيت لأمي على كل اللي أنا حلمته وكل اللي حصل معايا واللي حصل للكلب. فضلت ساكتة وبتبص عليا وشوية وقالت لي بص، هقولك ايه الخلاصة، هقولك تعمل ايه. حاول على قد ما تقدر انك تصلي وتمسك في عبادتك الاذكار، ما تسيبهاش ولا يوم وما تدهمش فرصة يدخلوا لك. وده اللي انا عملته فعلا طول الفترة دي، ما كانش فيه غير الاذكار والعبادة والصلاة في وقتها. وبدأت الاحظ ان الاحلام والحاجات الوحشة اللي انا كنت بشوفها كل ليلة بدأت تقل لحد ما كنتش بشوفها خالص. ما تفتكروش القصة خلصت لغاية كده، لا دي لسه هتبدأ كمان. لغاية اما جه في يوم كل حاجة اتغيرت فيه.
بس خليكم معانا. في ليلة من الليالي كنت قاعد مع أمي، بعد ما اتعشينا وخلصنا رحت على أوضتي علشان أنام. ما كنتش عارف إن بعد النومة دي حياتي كلها هتتغير. أول ما حطيت راسي على المخدة غمضت عيني، بس لسه كنت ما نمتش. هنا جات لي دوخة وحسيت زي ما أكون كده أنا داخل في النوم. عارفين كده الإحساس لما تحس إن أنت نايم بس حاسس بكل حاجة حواليك؟ هو ده الإحساس بالظبط. فتحت عيني، شفت إن أنا كنت في صحراء، مش على سريري في أوضة نومي، والسما فوقيا والليل، وأنا لوحدي في الصحراء دي كلها. فتحت عيني وأنا مش مصدق، وبقول لا أنا يمكن بحلم. بدأت أضرب راسي بإيدي وأقرص في إيدي، بس أنا حسيت بالقرصة في إيدي وحسيت بالضرب على راسي. يبقى أنا مش نايم، أنا مش بحلم، أنا فعلا في الصحراء. قمت وفضلت ماشي لحد ما مش عارف أنا رايح فين. شفت من بعيد مكان كده شبه الخيمة الكبيرة، كانت هي الوحيدة الموجودة في الصحراء دي. فضلت ماشي لحد ما قربت منها وسمعت صوت مزيكا والناس قاعدة بترقص. كان كل واحد فيهم مغطي وشه، يا دوبك عيني بس هي اللي باينة. كنت لما أشوف حد أقول له السلام عليكم، كان ما بحبش يرد عليا السلام وكان بيدور وشه الناحية التانية. سبتهم ودخلت جوه الخيمة، بس كان في ناس كتير قاعدة على كراسي وفي ناس واقفة كمان عمالة ترقص. واللي شد انتباهي أكتر هو إن كان في ست وراجل كانوا قاعدين في مكان قدام خالص، والناس بتبص لهم بهيبة وبخوف. كانوا قاعدين على كراسي كبيرة، شكلهم كان مهيب، ما كانش زي اللبس حتى اللبس تانية خالص. كانوا حاطين دهب كتير قوي قدامهم. فضلت واقف أبص على المنظر ده وسرحت لحد ما حسيت إن في حد شدني. لفيت لقيتها البنت اللي كنت أنقذتها من زمان في الكهف، واقفة كانت بتبص عليا وعمالة بتضحك. قالت لي أهلا بيك عندنا، تعال أعرفك بقى على أهلي. شدتني من إيدي وفضلت تجرني ودتني عند الست والراجل اللي قلت لكم عليهم دول في الأول. هنا قالت لي دول أهلي اللي قلت لك عليهم من زمان، هم حكام القبيلة بتاعتنا. أنا بصراحة من كتر الصدمة ما بقيتش عارف أقول إيه. فضلت أبتسم وقلت لهم السلام عليكم. ابتسموا هزولي راسهم يعني بيحيوني. قالت لي أهلي فرحانين بيك قوي، وخصوصا لما قدرت تنقذ حياتي وخرجتني من السجن، وأنا جبتك هنا النهاردة بالذات علشان أشكرك وأعوضك على أي حاجة. دلوقتي أنا هخيرك ما بين حاجتين وبعدها نكمل الحفلة. إيه رأيك؟ قدامك الدهب ده هيعيشك بخير وسلام انت وامك وولادك واحفادك كمان، ولا تتجوزني؟ لما قالت لي وخيرتني ما بين الحاجتين دول اتصدمت وما بقيتش عارف ارد عليها. كنت شايف ان الدهب حاجة حلوة قوي وهقدر ابدأ بيه حياتي من الاول، بس لو اخترت الدهب هضيع من ايدي البنت الحلوة دي المستحيل الاقي زيها تاني، ممكن تساعدني كمان في حاجات كتير. قلت لها طب لو اخترتك انتي الدهب خلاص راح عليا؟ ردت عليا وقالت لي طبعا لما تبقى جوزي هعوضك على كل حاجة وهعوضك على حاجات كتير قوي، وهخليك توصل لأي حاجة انت عايزها في أي مكان وفي أي وقت في حياتك. خلاص لما قالت لي كده عرفت ان دي أحسن فرصة، ورديت عليها أنا اخترتك انتي واخترت انك تكوني مراتي. خلاص بعد الكلام ده كله وقف الكل، وقف وبدأ كلهم يسقفوا. المزيكا اشتغلت وكلهم كانوا فرحانين، وحتى أنا الصراحة كنت فرحان ونسيت إني كنت نايم في البيت وجيت المكان ده. أول ليلة قدرت تنسيني في كل حاجة. فضلت قاعد أتكلم معاها، وهنا قالت لي أنا كنت عارفة إنك هتختارني وعشان كده جهزت الحفلة دي مخصوص علشان جوازنا، بس في شروط لازم تعرفها. سألتها ايه هي الشروط؟ ردت وقالت هفضل اجيلك كل ليلة في بيتكم الساعة 10 بالليل
نقضي الليلة مع بعض، بس في الصبح همشي. وحاجة تانية كمان لازم تعرفها، لازم أمك ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، ولا حتى عن جوازنا. ما تقولهاش حاجة، ولا أي حد خالص تعرفه أي حاجة عننا. ولما أكون معاك لازم تقفل باب الأوضة، ومهما حصل ما تخرجش منها. هتفضل معايا لحد ما أمشي. وطبعا هفضل أجيلك كل ليلة بالشكل اللي شفتني فيه أول مرة. قلت لها خلاص ما تقلقيش، أنا موافق على كل شروطك. قضينا الليلة دي مع بعض لحد ما نمت. ولما صحيت الصبح لقيت نفسي في مكاني على سريري في أوضتي. أنا اتلخبطت وكنت بقول هو كل اللي أنا عشته ده كان حلم ولا كان ده بجد؟ الصراحة في الأول ما كنتش عارف. قضيت يومي عادي جدا. بالليل اتعشيت مع أمي، ولما خلصنا رحت على أوضتي علشان أنام زي العادة. بس أول ما فتحت الباب لقيتها قاعدة مستنياني، وشكلها كان متضايق قوي. قالت لي أنا قلت لك الساعة 10 بالليل هكون هنا، ليه بقى اتأخرت عليا؟ قفلت الباب عشان محدش يسمع الصوت، ورحت قعدت جنبها وقلت لها أنا كنت فاكر إن كل اللي حصل ده كان حلم. أنا فرحان قوي إنك معايا دلوقتي، وما كنتش بحلم. ومن اليوم ده كل حاجة اتغيرت في حياتي، عشان بقت كل ليلة أول ما الساعة تيجي 10 بروح قافل الباب وافضل قاعد معاها لحد الصبح. في الأول أمي كانت بتشك فيا، ونتكلم كنت أنا وهي مع عليا أو عايزة تسألني على حاجة وما بردش عليها، بسمعك بتتكلم أو بقول لها الصبح وبتضحك بالليل أنت كويس؟ كنت بقول لها أنا بخير، أنا بخير والله يا أمي. فضلت كل مرة أقول لها سبب مختلف، وبحاول على قد ما أقدر إني أغير الموضوع. وفضلت معاها كده فترة لحد ما اتعودت وبقتش تسألني. أنا في الأول نسيت نفسي وفضلت قاعد مع مراتي بضحك وبنتكلم عادي كأني مفيش حاجة خالص. بس بعد كده بقيت بعرف أتكلم بالراحة وما بقيتش أعمل أي صوت عشان أمي ما تفضلش واخدة بالها مني. ومن غير كل ده مراتي الجنية دي ساعدتني كتير في حياتي. بسببها عملت مشروع وكل يوم بيجيلي زباين كتير. لما أمي بدأت تشوفني بشتغل كويس والفلوس موجودة وحياتي بقت مستقرة وكويسة، فتحت الموضوع بقى. موضوع ايه؟ بقت تقولي لازم تتجوز يا ابني، انا عايزة اشوف ولادك. كنت كل مرة بقول لها سبب مختلف، وبفضل اقول لها حاجة تخليها تنسى الموضوع ده، عشان مستحيل طبعا اتجوز واحدة تانية وانا اصلا متجوز. فضلت على الحال ده 10 سنين بحالهم مع الجنية دي، واحنا عايشين بخير وسلام. ما كانش فيه اي مشاكل غير الكلام ده بتاع امي عن الجواز اللي كانت بتعيده كل شوية. لحد ما في ليلة من الليالي الساعة 10 بالليل زي العادة دخلت الأوضة، قفلت عليا الباب وفضلت قاعد مستنيها. هنا بدأت ألاحظ إنها اتأخرت عليا، فاتت ساعة 2 3 بس لسه ما جاتش. هنا بدأ يجيلي نوم، وحطيت يوم الصبح بدأت أقول لنفسي يمكن كان عندها مشكلة أو عندها حاجة منعتها إنها تيجي، بس النهاردة بالليل هتيجي، أكيد هتيجي وهتقولي ايه السبب اللي خلاها ما تجيش امبارح. بس الليلة دي برضو ما جاتش. فضلت قاعد مستنيها وما جاتش. بدأ الشك يجي في قلبي من ناحية علشان دي أول مرة يحصل الموضوع ده. كنت بقول لنفسي معرفش هي كويسة ولا لأ، أحسن يكون الجن خطفها تاني. بقى الأفكار تيجي في دماغي، والمشكلة إن لو عايز أروح عندها مش هعرف أوصل لها. فات تقريبا شهر وهي ما جاتش عندي خالص، ولا حتى في الحلم. عمر ما حلمت بيها. معرفش بصراحة ايه السبب اللي خلاها تمشي، بس كنت بقول مهما غابت هترجع تاني. فقضيت فترة طويلة جدا وأنا مستنيها وهي ما جاتش، لحد ما فات تقريبا سنة وأنا ما عنديش عنها أي أخبار. كنت بقول يا ترى الجن السفلي مسكوها تاني، ولا جم عند أهلها وقتلوهم كلهم؟ طب يا ترى هي ماتت؟ الصراحة معرفش ايه السبب. ولما فاتت فترة طويلة خلاص ما بقتش مستنيها، وبدأت أعيش حياتي عادي. كل ليلة بقعد مع أمي الصبح وبروح الشغل عادي، وكل حاجة ماشية كويس. لحد ما جه وقت
أم عرفتني على واحدة اتعرفت عليها واتجوزتها، ودلوقتي عندي منها بنت صغيرة وعايشين بخير وسلام. أما الزوجة الأولى الجنية أنا عمري ما حلمت بيها من وقتها، ولا وصلني عنها أي أخبار ولا شفتها تاني. دي كانت قصتنا النهاردة. عجبتكم؟ ما تنسوناش، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حكاياتنا. والسلام عليكم.